هم حافظين الشجر بياخد كام لتر، النخل بياخد كام لتر، الأرقام دي كلها غلط في غلط. هي مش غلط إن هي في غيرها، لأ هتستخدمها عادي، بس هي غلط إن أنت تحفظها. يعني عادي جدا لما تلاقيها مختلفة في أي حتة تانية في العالم، إحنا بنصمم في الدنيا كلها عادي مش في مصر بس. فالرقم ممكن يبقى عندك مختلف اختلاف كامل ما بين زون للتانية أو ما بين اريا للتانية. فأنت الموضوع ما يبقاش محفوظ بالنسبة لك. تقدير الاحتياج المائي بيعتمد على عوامل كتير متعلقة بالنبات ومتعلقة بالتربة اللي النبات بيعيش فيها. أنا هنا ببين لحضرتك إن كميات المية اللي أنت بتحطها هي مش كلها رايحة للنبتة بس، يعني كمية المية دي هي داخل فيها عوامل تانية كتير جدا. وليها معادلات طبعا لتقديرها. وبغض النظر عن المعادلات ده في برامج لكده، يعني مش الموضوع مش ماشي ورقة وقلم. بيدخل فيه من ضمن الحاجات، يعني إن بيدخل كميات المطر اللي قد تكون تساقط في المنطقة أو منطقة ممطرة، وكميات